قبل ما نبدأ الفيلم ياريت تدعوا لاخواتنا في غزة. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ الفيلم بالرائد سوريندر كاتيال اللي أسس فرقة في الجيش اسمها يودها، بتضم أفضل الضباط في الجيش والبحرية والجوية وبتقوم بأخطر العمليات. كان دايما بيحكي لابنه أرون عن العمليات الخطيرة دي، وفي واحدة منهم بيموت. ساعتها قرر أرون إنه لازم ينضم ليودها. بنرجع بالزمن لسنة 2001 على حدود الهند مع بنجلاديش. بيبقى في شوية إرهابيين خاطفين رهاين هنود وبيهددوا لو حد قرب هيصفوهم. فرقة يودها بتبقى محاوطة المكان كله وجاهزين للهجوم، لكن القائد بتاعهم بيقول لهم محدش يضرب من غير ما يجيلنا أمر من القيادة العليا. وبيظهر معانا بطل فيلمنا أرون اللي بيحط الكلام ده في الزبالة وبيضرب نار على واحد من الإرهابيين يخلص عليه. القائد بيقول إن الموضوع مش عافية، في أطفال ومدنيين جوه لازم نتفاوض معاهم لحد ما القوات الخاصة توصل. قال له لا، بطلناها السهرية دي. وبيضرب طلقة بوكس الكهرباء ويتعلق على السلك، بيدك البيت عليهم لوحده وبيتعامل. مفيش راحة ولا بالراحة، اللي بيلمحوا منهم بيمرجحوا وطلقة يمين على علقة شمال لحد ما بيلمح 2 واخدين طفل رهين عشان يهربوا. بيحاول يطاردهم لكن بيضربوا عليه قنبلة تخليه عميان مدريان ويهربوا في فلوكة. بس طبعا أرون بيقوم ينفض البدلة ويرزعهم طلقتين ويرجع بالواد. بتخلص المهمة على خير وبيرجع الفريق، لكن أرون المسكين بيلاقي الجماعة مستنياه وهي بوزها شبرين، وده لسببين. أولا لأن الله أكبر مش معتمد حد ولا قيادة عليا ولا صغرى وبيهجم بمزاجه. ثانيا هي خايفة عليه من التهور ده عشان الجماعة بتاعته هي بريا حبيبة عمره اللي متجوزها وعايش معاها هي وأمه بعد وفاة أبوه، ده غير إنها تبقى سكرتيرة في وزارة الدفاع ومسؤولة المفاوضات في وقت الأزمات. تاني يوم بنروح لنيو دلهي لما بيدخل واحد على بريا يقول لها عندنا حالة خطف يا رياسة في مطار أمريتسر. بتطلع تجري على مكتب القيادة. الرئيس بيقول لها إن الطيار اتصرف بذكاء وعمل هبوط اضطراري في مطار أمريتسر على أساس إنه عاوز بنزين، والطيارة فيها 176 راكب، لكن دول عامة الشعب ملهمش لازمة. الأهم هو مستر أنوج ناير، أكبر عالم نووي في البلاد، هو والحارس الأمني بتاعه. والله أعلم البهايم دول اتعرفوا عليه ولا لأ. بتسأل مين الحارس الأمني بتاعه، قال لها اسم النبي حرس وصينه أرون كاتيال. بريا ريقها بينشف من الخضة. في الوقت ده بيكون أرون مستخبي في حمام الطيارة عشان يراقب الوضع من الشباك، وبيشوف الإشارة اللي أطلقها الضباط اللي بره الطيارة بألوان العلم الهندي. لما بيخرج بيلاقيه مولع سيجارة وبيسأله كان بيهبب ايه جوه، لكن زميله بيجي يزعق له وياخد منه السيجارة والكبريت يرميهم، وبيقول لأرون يطلع بره. أرون وهو خارج في الاستخبص كده بياخد الكبريت ويطلع يقعد جنب العالم ويطمنه ان الجيش الهندي بره وهيخرجوا قريب. بريا بتروح لغرفة التحكم عشان تبدأ تفاوض مع الإرهابيين اللي بيطلبوا 5 مليون روبيا ويفرجوا عن ال3 رجالة بتوعهم، وعربية البنزين تتحرك ناحية الطيارة لأنها واقفة في مكانها لإما كله هيموت. بتقول للوزير شكلهم ما يعرفوش ان في عالم نووي على الطيارة، عشان كده عاوزين نخرجوا بسرعة بمساعدة أرون. بس هو بيعترض لأن مفيش إشارة من أرون إنه جاهز للمهمة. قائد أرون بيقول له إنه جندي مدرب وأكيد شاف الإشارة بس معرفش يرد. الراجل بيبقى غرقان في شبر مية ومش عارف ياخد قرار. أرون بيولع الكبريت اللي كان شايله ويحدفه في فتحة التهوية اللي بتوصل لقاعدة الطيارة عشان يفتح الحريقة، لكن بيشوفه واحد من الإرهابيين اسمه جلال. بيروح يشوفه بيعمل إيه، ما بيلاقيش معاه حاجة. أرون بيطلب منه مية ما بيرضاش وبيزعق له. مستر أنوج بيقول له يا ابني ما تجيب بق مية وتبقاش كلح. بيحاول يضربه بس أرون بيحوش عنه وبيضربوا أرون وياخدوه بعيد عن مستر أنوج. في الوقت ده بيجي مكالمة من بريا الجلال وبتطلب منه تكلم حد من الركاب عشان تطمن على الوضع. بيبص جنبه يلاقي أرون فبيديله التليفون. بريا طبعا بتعرف صوته وبيتأكدوا ان هو. بتقول له هتعمل اي حاجة من غير اوامر، انت مش على الحدود. بيقول لها انا وابويا زي الفل بس ممكن الوقت يفلت من ايدينا. بتحاول تفهم قصده لكن هو بياخد باله انهم بيلموا الباسبورات من الركاب. بيجري ناحية مستر أنوج ويقول لهم ده ابويا عنده القلب ولازم ياخد علاج، وبيحاول يلغوش على موضوع الباسبور لكن فات الاوان لانهم بيعرفوا ان معاه باسبور كبار الشخصيات وفي نفس الوقت بيكتشفوا الحريقة. ساعتها الدنيا بتتقلب وبيحطوا مستر أنوج تحت عينيهم. أرون بيفتح مخرج الطوارئ اللي بيوصل لقاعدة الطيارة في الخباثة ويشمط جلال رجل ويهرب مستر أنوج من المخرج مع شوية ركاب، ويفضل هو وجلال يطحنوا في بعض لحد ما ياخد طلقة في كتفه، وقبل ما جلال يصفيه بيحميه بصفية الحريق ويهرب لتحت ويقفل المخرج وراه. جلال بيتجنن ويكلم بريا يقول لها لو عربية البنزين ما اتحركتش في خلال 10 ثواني قولوا على العالم بتاعكم يا رحمن يا رحيم. بريا بتقول له ده يا عم الإرهاب الدولي العربية داخلة عليك اهي، وبتدي أوامر إن العربية تتحرك بسرعة. يا دوبك العربية بتتحرك خطوتين والقائد بيندب لأن العربية محملة بالقوات الخاصة مش بنزين ولا نيلة، فبيقول للسواق يقف بسرعة. جلال لما بيشوف كده بيتجنن ويدخل على الطيار يقول له بقول لك ايه هنشيره ولا ايه؟ الطيار قال له هنشيره يا عم الإرهاب الدولي. في الوقت ده بيكون أرون فتح باب الطيارة من مخرج الشحن بس بيهجم عليه الإرهابيين. بيقول لمستر أنوج نط من الطيارة بسرعة وانا هتفاهم مع الرجالة
حصلها. لكن مستر انوك بيخاف ينط وبيقف يتفرج على قارون وهو بيطقش الرجاله في بعض. القوات اللي بره بتبلغ غرفه التحكم يا اخوانا احنا لازم نهجم، الناس بتنط من مخرج الشحن والطياره شكلها بتسخن وطالعه وقارون بعت لنا اشاره، والوزير زي خيبتها مش عارف ياخد قرار. كل ده وقارون واخد الارهابيين غسيل ومكوى ومستني اي تدخل من القوات اللي بره، لحد ما جلال بيشمطوا رجل زي اللي اداله من شويه ينطروا بره الطياره. بيحاول يجري ورا الطياره لكن للاسف بتكون خلاص طارت، وبيقعد قارون على الارض في حسره. بعد ما بتفرج الهند عن الناس اللي قال عليهم الارهابيين بيبعتوا ركاب الطياره كلهم معاهم جثه مستر انوك. بسبب كده الدنيا بتتقلب على قارون والصحافه بتزفه وبيتحول للتحقيق هو وفرقه يودها كلها. بس قارون بيقول لهم ان اللي قتل العالم اسمه جلال سعيد ولازم نجيبه، لكن هما ما بيصدقوش كلامه وبيستجوبوا كل اللي موجودين، منهم مراته اللي بتقول انهم طلبوا منه يستنى الاوامر بس الوضع فرض عليه اللي حصل. وسمير زميله في الفرقه بيقول ان قارون في عمليه الحدود اتصرف من دماغه وهجم لوحده، لكن ده ما يمنعش ان المهمه نجحت وبيحاولوا يبرروا اللي حصل عشان ما يتعاقبش. لكن القاضي بيقول له انت عامل فيها بطل وفاكر نفسك ما فيش منك ومش معتمد حد، فانت وفرقتك موقوفين لحد ما نخلص تحقيق ونشوف الفرقه اللي عامله وش دي هتكمل ولا لا. قارون بيدخل في حاله نفسيه وحشه جدا وبيهمل امه ومراته ويدفن نفسه في الرياضه والتمرين، وزمايله بيبداوا يسيبوا الفرقه ويتنقلوا واحد ورا التاني لحد ما بقى يحضر جلسات التحقيق لوحده، والوزير بيرفض يقابله او يتكلم معاه عشان يدافع عن نفسه لحد ما بيفوت 6 شهور. وفي اخر جلسه تحقيق مراته بتقول له انه يمضي على ورق الطلاق لانها اتخنقت من الوضع ده. سمير صاحبه بيحاول يهدي ما بينهم لكن قارون بيبقى معمي عن اي حاجه غير فرقه يودها وبيمضي على ورق الطلاق. بعد كام سنه بيكون قارون في مطار دلهي عشان مسافر دبي، بيشوف خبر على التلفزيون ان رئيس الهند وصل باكستان لاول مره عشان يحضر حفله اداء اليمين للرئيس الباكستاني ويتناقشوا في اتفاقيه سلام بين البلدين. وبعد كده رئيس وزراء باكستان هيصلي في مسجد قومي. مره واحده بتجيله رساله على الموبايل برقم رحلته من دلهي لدبي الساعه 11:30. في نفس الوقت في مكان معين في باكستان بيكون في شويه ارهابيين بيشوفوا نفس الخبر على التلفزيون وبيقولوا ان الهند لسه ما حرمتش من ساعه حادثه امريتسر، بس مش مشكله احنا هنديهم ضربه تاني. واحد منهم بيقول احنا محتاجين عملاء في الهند، رد قال له ما تقلقش بلغ جلال ان الطرد اللي بعته وصل. بنرجع تاني لقارون اللي بيتحرك ويختم تذكرته عشان يطلع الطياره. لما بيتفتش العسكري بيلاحظ ان معاه سلاح، قارون بيبرق له فبيسكت. في طريقه للطياره واحد بيخبط فيه ويختفي، قارون بيلاقي تذكره واقعه بياخدها يسلمها للموظف ويمشي. بعد كده بيسمع الموظف بينده عليه في المايك عشان يجي يستلم تذكرته لرحله دلهي لندن. قارون بيستغرب جدا فبيرجع للموظف يقوله دي مش تذكرتي، بس الموظف بيأكد له انها بتاعته وعليها اسمه. قارون ما بيبقاش فاهم حاجه، بيدور على التذكره بتاعت دبي اللي لسه خاتمها ما بيلاقيهاش. بيجيله رساله تانية على الموبايل ان الخطه اتغيرت وميعاد الرحله دلهي لندن الساعه 11:30. بيضطر قارون يتحرك على طياره لندن وهو مش فاهم ايه العبط ده. بيركب الطياره وبيساعد بنت اسمها تانية انها تقفل مكان الشنطه، بتشكره بس هو ما بيعبرهاش، بتقول له على مهلك يا عمنا ده انا كابتن طيار تحت التدريب. بعد كده بيجيله رساله على الموبايل ان الطياره اتخطفت. بيجري على ليلى رئيسه المضيفات يعرفها بنفسه ويفهمها الوضع. بيسالها على تانية بتقوله انها مسافره لندن عشان تكمل تدريبها. الله طب اندهيها وتاكدي من الباسبور بتاعها. بتنده لتانية، لما بتروح لها بيفتش موبايلها عشان يشوف لو هي اللي بعتت الرسائل، ما بيلاقيش حاجه. بيجيله رساله تاني فيها اسماء 3 شخصيات عاوزين يفرجوا عنهم. بيروح بسرعه لكابتن الطياره ويشرح له الوضع وان الرسائل دي جات له على الشبكه المؤمنه ومش هينفع يتجاهلوا الكلام ده لانه ممكن يكون جزء من المفاوضات. الكابتن بيقول له خلاص نعمل هبوط اضطراري في امريتسر لانه اقرب مطار، لكن قارون بيرفض. بيقول له انت بعت الاسامي دي لغرفه التحكم الامني في دلهي على ما انا اشوف الركاب اللي بره. فعلا بتتبعت اشاره لغرفه التحكم الامني ان الطياره اتخطفت، وبيكون مسؤول الغرفه هو سمير اللي كان مع قارون في يودها، وبيتصدم لما يعرف ان الرسائل بتوصل على موبايل قارون. في الوقت ده قارون بيراقب الركاب وبيلاحظ واحد داخل خارج على الحمام وشكله متوتر. لما بيخرج قارون بيدخل بعده عشان يفتش الحمام وبيلاقي جوه شريحه مغناطيس، بس الواد بيفتح عليه باب الحمام ويزنقه جوه وفين يوجعك. الاتنين بيلطشوا في بعض لحد التحش ده ما بيكسر المرايه ويحاول يعور قارون لكنه بيتفادى الضربه ويلبسه في المرايه التانيه ويديله القضيه يغيب عن الوعي. ليلى بتفتح عليهم باب الحمام هي وتانية وتقول له عملت ايه؟ قال لها ما تقلقيش ده عايش، بس شكله كان هيعمل حاجه لاني لقيت شريحه مغناطيس قويه وحبه من دول يشوشوا على نظام الطياره واكيد دي طريقتهم عشان يخطفوها. تانية قالت لهم يا حزن اسود احنا مخطوفين؟ ما بيردش عليها. بيطلع الواد بره الحمام وبيطلب من ليلى تجيب الدكتور اللي في الطياره. بيفتش هو موبايله ما بيلاقيهوش باعت له اي رسائل. ليلى بتنده الدكتور وبيشوفها الراجل ده. الدكتور بيوصل يلاقيه عايش، بيديله حقنه عشان يفوق لكن للاسف بيموت. قارون بيمسك في الدكتور عشان يعرف اداله ايه، قال له دي حقنه مضاده للصرع. الدكتور بيحاول يسعفه بس من غير فايده. الراجل مجهول الهويه ده بيدخل عليهم يمسك في قارون ويتهمه انه قتل الراجل، بس بياخد باله من السلاح اللي معاه وبيتوتر جدا وكلهم بيقلقوا منه. بيشيلوا الراجل اللي مات
بينقلوه لقسم الشحن عشان ما يتفتحوش. اما في غرفة التحكم الامني بيكونوا بيجمعوا معلومات عن قارون اللي حاول بكل الطرق انه يكمل التحقيق ويرجع فرقة يودها، بس فشل. وفي الاخر لما الوزارة اعلنت عن حاجتها ضباط مسلحين لرحلات دولية، هو قدم واتقبل. سمير بيستغرب جدا ان اشمعنى ده المكان اللي قارون اتنقل ليه، مع انه كان ممكن يتنقل اي مكان يشاور عليه، وبيشكوا فيه انه بقى جاسوس. قارون بيبقى قاعد يجمع افكاره، بيتصل سمير من غرفة التحكم عشان يفهم اللي بيحصل عنده، وبيقول له في ضابط امني تاني معاك في الطيارة على كرسي رقم 11، اديهولي اكلمه. بيبعت ليلى تندهله، ما بتلاقيهوش، بس بتكتشف انه الشخص اللي مات. بتدخل على الخط وتبلغ سمير انه مات لما كان بيتخانق هو وقارون في الحمام. بيجري عليها قارون ياخد السماعة ويقول لها يا غبية ده فخ، وبيقول لسمير انه عاوز يعرف ال3 اسماء اللي اتبعتوا له تبع انهي منظمة. بس سمير بيديله الصدمة ان دي اسماء رمزية ل3 من زمايله اللي كانوا معاه في وحدته، ودلوقتي هم في سجن باكستاني ولسه بنتفاوض عشان نخرجهم. بنروح للمطار الدولي في دلهي لما الشرطة بتلاقي جثة واحد من ال3 اسماء اللي اتبعتوا لقارون. بيتبلغ سمير بالخبر، وكمان بيعرف ان اصلا قارون كان المفروض رحلته دلهي دبي، يعني ما كانش المفروض يكون في الطيارة دي اصلا. فبيبلغ كابتن الطيارة انه داخل المجال الجوي الباكستاني وما يعرفهمش على موضوع الخطف ده، ما يصحش يعرفوا ان المشتبه فيه ضابط هندي. بس مرة واحدة قارون بيقطع الارسال. بعد كده ليلى بتبعت رسالة للمراقبة الجوية في باكستان انهم عاوزين يعملوا هبوط اضطراري في امريتسر. قارون بيقول لكل الركاب يتحشروا كلهم في حتة معينة، وان ده اجراء روتيني، وبيخلي تانية تقفل كل شبابيك الطيارة. ليلى بتشوف اللي بيحصل وبتدخل تجيب صاعق كهربي تضرب بيه قارون، وبيهجم عليه اللي ما يتسماش ويكتفه. قارون بيحاول يدافع عن نفسه ويفهمهم انه مش الخاطف، والطيارة بتبقى هرج ومرج. بنروح لقاعة جناح في اسلام اباد في باكستان. سمير بيكلم بريا يبلغها بالوضع المنيل ده، وان قارون هو المشتبه فيه في خطف الطيارة. بتقول له احلف الله وحياة ابو زحلف قارون عاوز ينتقم، انت عارفاه بيكره التفاوض. قالت له طيب لما يوصل للرئيس هبلغه بالاخبار اللي توقف الميه في الزور دي وارد عليك. بيوصل رئيس الهند لقاعة جناح، بتبلغه بريا باللي حصل، وبتقوله ان اليوم لازم يمشي طبيعي ومحدش يشم خبر باللي حصل عشان اتفاقية السلام ما تتعطلش. بتبدأ الحفلة والوضع بيبقى طبيعي لحد ما بيجي خبر للوزير الباكستاني ان في طيارة مخطوفة. بيروح لبريا يقول لها ايه ده فنانة، قالت له دي خيبتنا. في نفس الوقت سمير في غرفة التحكم بيلاقي قناة باكستانية بتعرض خبر اختطاف الطيارة. بيقول لرجالته قلبولي على المطار واطيه وفهموا لي في ايه بالظبط. في الطيارة بيبقى لسه اللي ما يتسماش ده مكتف قارون، بس بيقدر قارون يفك الحزام بذكاء وياخد منه السلاح. بيمشي ليلى قدامه عشان تفتح له غرفة القيادة. بتكلم الكابتن اللي بيرفض، وبيقول له قارون انه مستني رد من مطار امريتسر عشان يعمل هبوط، غير كده مش هيقدر يعمل حاجة. قارون بيهدده انه لو ما فتحش الباب هيطربقوا على نافوخه. بيهدد ليلى عشان تدخل الباسورد وتفتح الباب، لكنه بيسمع صوت ست بتصرخ ان في قنبلة في الشنطة دي. بيروح يشوف في ايه، بس الطيارة بتفضل تتحرك بشكل غير منتظم ومرعب. بيوصل للشنطة بالعافية، ولما بيفتحها بيلاقيها فيها موبايل، وبيبعت له احداثيات لمنطقة معينة في اسلام اباد في باكستان. بيجري على غرفة القيادة لكن بيلاقي الكابتن خرج، ولما بيسألوا في ايه بيقولوا ان البنزين بيفضل. بعد كده بياخد طلقة في نص دماغه من المساعد بتاعه اللي بيكون هو راس الافعى في الموضوع كله. بيقول لقارون يلا كلم حكومتك عشان تأمن لنا الطريق لاسلام اباد، يلا يا كوكو ما تتنحش، ده انت يودها رجل المستحيل، امال جلال اختارك ليه للمهمة دي؟ وبعدين عمال ابعت لك في رسائل وانت مش شايفني. قارون بيبقى عاوز يضربه، بس الواد بيديله طلقة في كتفه ويهدد كل الركاب ان اللي هيفكر يعمل فيها قبضاي ما يلومش الا نفسه. تانية بترمي الشنطة في وشه عشان يستلقى قارون ويروق عليه. بيخبطه في دراعه يطير السلاح من ايده. بعد كده بيفضل يضرب فيه لحد ما يبان له صاحب، وبيبقى مسيطر على الوضع. بعد كده قارون بيرزعه رجل جهنمية توقع 900 يزحفوا ارضية الطيارة. الواد بيلاقي السلاح في الارض، بياخده ويمسك الدكتور من قفاه يهدد بيه قارون عشان يخلع لقاعدة الطيارة. في الوقت ده ليلى بتاخد تانية على غرفة القيادة اللي شغالة بنور الله. بيدخل عليهم قارون يقول لهم ايه الاخبار. تانية بتقول له في قمة الانحدار، مش عارفة افصل الطيار الآلي. قال لها طب انا هنزل اشوف الدنيا في قاعدة الطيارة وانت تلحلحي كده. وبياخد لاسلكي من ليلى عشان يعرف يتواصل معاهم. بينزل لقسم الشحن بيلاقي الدكتور ميت، وبيلاقي كمية مهولة من الشرايح المغناطيسية ملزوقة على نظام التحكم بتاع الطيار، وهو ده اللي مشوش على النظام ومخلي الطيارة مش مستقرة والاكسجين بيقل. بيبلغ تانية انه هيحاول يفصل الطيار الآلي من عنده، وهي تحاول تخلي الطيارة تستقر ويرجعوا دلهي. بس بوز القرد ده بيظهر وبيقول له يا شيخ هترجع دلهي؟ قارون بيقول له تعالى لي بقى عشان انا سكت لك من بدري، وبيشمطه شقلباز يكسر له ضلوعه. الواد ما بيسكتش وبيرد له العلقة 2، وبيفضل يلطش فيه لحد ما قارون بيمسك سلك عريان كان على الارض يكهربه. يا اخويا الواد ولا كانه كان لسه متوصل بفولت عالي. بيقوم يكمل العركة مع قارون وياخد السلاح من على الارض عشان يضرب قارون بيه، بس الطلقة بتيجي في طفاية الحريق وبيبدأ يدوخ ورجله بتبقى مش شايلاه. فبيظهر قارون من وسط الدخان يديله القاضية في الحتة الفاضية يرحله على الاخر. بعد كده قارون وليلى واللي ما يتسماش بيحاولوا يلاقوا اي طريقة يسيطروا بيها على الطيارة. قارون بيقول لهم الحل اننا نقطع
يقطع الكهرباء عشان التيار الآلي يتفصل. انا هسحب السلك واللي ما يتسماش ينزل المفتاح، وليلى تمسك طفايه الحريق عشان لو حصل في الامور امور. بيحاول يسحب السلك بس بيبقى معصلج. ليلى بتقول له عنك انت يا يودها، وبتحميه بطفايه الحريق وترزعه بيها في وشه. بتطلع سلاح وتقول له قارون مالك وشك اصفر ليه؟ اكيد من الكبريت اللي رشيته، اصل كل طفايات الحريق مليانين كبريت شديد الاشتعال. بيقول لها يا وجه البورس كسرتي صمام تخفيف الضغط، عشان كده الضغط عمال يوطى، والكبريت ده هيبقى عباره عن قنبله لو الطياره خبطت في حاجه. قالت له مش اي خبطه، مجرد ما هتلمس الارض بوم، حاجه كده تشرح القلب. ليلى بتمشي قارون قدامها لغرفه القياده وبتقول للركاب كل قرد يلزم شجرته عشان محدش يتعور. بتدخل غرفه القياده وتخلي تانية تتصل بالمراقبه الجويه. بيكلمهم قارون اللي بترد عليه بريا بتقوله انت بتهبب ايه، وقف الهبل ده. ليلى بتديله ورقه فيها الكلام اللي هيقوله. بيقول لها انهم يامنوا له الطريق لاسلام اباد، وكمان اصحابه الثلاثه اللي محبوسين في باكستان يبقوا موجودين في طياره جوه قاعده اسلام اباد الجويه، لإما كل اللي على الطياره هيموت. بريا بتفهمه انه ما ينفعش يدخل اسلام اباد بطياره مخطوفه. بيقول لها حاولي، الوقت ممكن يفلت من ايدينا. بتفتكر بريا لما قال لها نفس الكلام فحست امريتسر. بتقول لهم لا، في حاجه اكبر، الموضوع مش موضوع صحابه اللي محبوسين هنا، في هدف اهم في اسلام اباد. وبيفهموا ان الهدف ده هو قاعه جناح اللي فيها اتفاقيه السلام. في قاعه جناح الوزير بيحاول يقنع رئيس باكستان انهم لازم يكملوا الاتفاقيه، لان ده هيبقى احراج لباكستان وموقفها الدولي هيبقى زي الزفت. بيتدخل رفيق في الكلام وبيقول له حصل يا ريس، شكلنا هيبقى وحش قوي، احنا نكمل الاتفاقيه وسيادتك تطلع على المسجد القومي واحنا هنأمن الوفد الهندي. في الطياره ليلى بتبقى عماله تحط الشرايح المغناطيسيه في غرفه القياده وبتقول لقارون فاكر الشرايح دي؟ اللي حصل بقى انها كانت مخبيه الشرايح دي في علب الاكل، ولما فضتهم دخلت ترمي العلب في الحمام بس اتعلقت شريحه منهم. ساعتها شك فيها الضابط الامني اللي كان في الطياره ودخل بعدها الحمام يشوفها كانت بتعمل ايه، وبسبب كده هي بدلت الحقنه اللي اداها له الدكتور بسم عشان يموت. قارون بيبص لتانية ويدوس على المحرك اللي قدامه جامد، فبيختل توازن ليلى ويديها بالقوه الحرمه السعرانه دي ويحاول ياخد منها السلاح، مع انها بتبقى مكلبشه في الكرسي بس بيتعامل معاها ويرنها علقه معتبره لحد ما تغرس السكينه في رجله وتقوم عشان تكمل عليه بيها، بس السكينه بترشق في الحيطه. بيزقها قارون والسكينه بتخرم رقبتها. قدام قاعه جناح المتظاهرين بيبقوا خاربين الدنيا لان الخبر انتشر ان الطياره هتستهدف قاعه جناح وكده محدش هيعرف يخرج من القاعه. الوزير بيقول لرفيق انه هياخد الوفد الهندي للمخبأ وهو يخلي القاعه ويبعت القوات للمسجد، بس بريا بترفض تمشي مع الوفد الهندي وبتفضل في القاعه. في غرفه التحكم بيعرفوا ان الطيار المساعد لقوه مقتول في حمام المطار واللي ركب مكانه ارهابي من جماعه جلال، وبيفهم سمير ان قارون مظلوم. في الوقت ده بتبقى الطياره غيرت مسارها وقارون وتانية بيحاولوا يلاقوا مكان للهبوط من غير ما تنفجر الطياره. بيقول لها احنا نعمل هبوط عند البحيره دي، بس هي بتقوله ان كده الانفجار هيأثر على المسجد وده المسجد اللي هيصلي فيه رئيس وزراء باكستان. ساعتها بيفهم قارون ان الهدف هو المسجد عشان يخلصوا من رئيس وزراء باكستان، ويبقى الظاهر للعالم ان طياره هنديه هي اللي اختلت رئيس وزرائهم وتبقى حرب بين البلدين. الطياره بتدخل منطقه حظر جوي فبيعترضها طيارات مقاتله وبتبقى مستنيه الامر من الوزير الباكستاني عشان تضرب الطياره، بس رفيق بيفضل يقول له بلاش يا ريس نضرب الطياره، اسمع مني هترجع تندم واكلك الندم تبوس القدم. الوزير بينفض له قبل ما يدي اوامر بضرب الطياره. رفيق بيضرب طلقتين في الجهاز ويصطاد له 2 من الرجاله. الوزير بيتصدم ويقول له هببت ايه يا رفيق الكلب؟ قال له انا مش حذرتك وما فيش سمعان كلام؟ بيبص الرئيس الهند ويقول له عاوزين تعملوا معاهدات سلام، امال احنا ناكل عيش منين؟ الوزير بيقول له اوعى تاذيه. بيقوم فقعه طلقه تخلص عليه وبيبلغ في اللاسلكي ان المتظاهرين اللي بره يهجموا على القاعه، فبيطلعوا اسلحه ويبداوا يقتلوا في كل الامن اللي موجود بره عشان يسيطروا على القاعه. قارون بيقول لغرفه التحكم انهم يامنوا رئيس الوزراء لانه الهدف مش قاعه جناح. رفيق بيرد عليه ويقول له سمعنا يا يودها، الهدف هو رئيس الوزراء وانت اللي هتقتله لان مراتك ورئيس بلدك وسمعتها تحت ايدي، انا نصحتك وانت براحتك. قارون بيتصدم وبيقول له جلال؟ قال له طول عمرك نبيه من يوم ما رتعتك الشلوت من الطياره وقتلت العالم بتاعكم. تانية بتترعب من اللي سمعته وبتقول له قارون ده بيضحك عليك، بس قارون بيطمنها انهم هينقذوا الطياره وسمعه البلد كمان. بيقول لها تتجه ناحيه المسجد وهو هينزل لقاعده الطياره عشان يتصرف. بينزل تحت ياخد خطاف ويخرم خزانات الميه عشان الميه تخفف من الكبريت اللي بينتشر والضغط بتاع الطياره يتظبط فلما تهبط ما تنفجرش، وفعلا بينجح في كده والضغط بيتظبط، بس العجله الخلفيه بتاعه الطياره بتبقى معلقه. قارون بياخد حته حديده وبقوه الكذب الهندي بيظبط التروس ويفتح العجلات وتهبط الطياره بسلام قبل المسجد. بيفتح باب الطياره بس بيلاقي التعامل عليه شديد من الارهابيين، بس على مين؟ ده يودها ابن المعلمين. بينط من الطياره ويوصل لباب القاعه بسهوله، بيقتحم المكان والقوات الباكستانيه في ظهره، بيضرب 70,000 طلقه في الجو يوقع كام واحد وبيبقى مسيطر على الوضع والدنيا زبادي في الخلاط. بيقلع الراجل ده الواقي ضد الرصاص ويلبسه هو وبيتعامل مع الارهابيين اللي متروسين في القاعه من غير ما يتخدش لحد ما
جلال بيصدع من صوت ضرب النار ويقول لهم بس يا بهايم خرمت ودني. بيقعد رئيس الهند وبريا على ركابهم ويهدد قارون عشان يظهر نفسه. لما بيظهر بيفضلوا يضربوا فيه وبيرميه على ركبه قدام بريا. جلال بيقول له فاكر ياض لما رميتك من الطياره وبعد كده قتلت العالم بتاعكم، ودلوقتي هقتل رئيس دولتك وبعد كده مراتك. بيبقى رجال الجلال بيفخخوا المكان كله بقنابل وهو بيعلق ريموت القنبله على صدره. وفي عز ما قارون متخرشم ومش باين له ملامح بيقول لبريا ما مضيتيش ورقه طلاق ليه؟ فكري الوقت ممكن يفلت من ايدينا. جلال بيوجه المسدس عليه بس قارون بيقلبه ويجيبه تحت رجله وتدور العركه بينهم. بيفضل يهاجم فيه وعم الارهاب الدولي بيقلب قطه وما بياخدش باله ان قارون خد ريموت القنبله رمى لبريا وهي بتخلع مع رئيس الهند. بيشيل قارون يفشفش بيه الترابيزه ويجي يفجر المكان بيلاقي الريموت اختفى. بيغل في نفسه يسحب ماسوره حديد عشان يموت قارون بيها، بس قارون بيفخم عليه بعلقه كدب هندي طازه ويعمل له وش خريطه ويقوم رازعه سكينه في صدره. جلال بقى مش يحترم نفسه، لا بيفضل يستفز قارون ويقول انه هيستمتع بالبرياني في السجن عندهم وبرضه ما في سلام بين البلدين، لحد ما قارون بيحدف قنبله في الجو ويضرب عليها طلقه تفجر المكان كله. بريا بتشوف المنظر بتنهار وتفضل تصرخ وكل اللي بره بيتصدموا، بس يودها بيطلع من وسط الدخان يقول لهم عليا الطلاق بالثلاثه، انت اتخضيت يا حاج كامل، وياخد بريا بالحضن وهو ما فيهوش حته سليمه. ورئيس الهند بيرجع فرقه يودها اللي عمل مره تاني. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الملخصات الجديده، ولو في فيلم معين عايزنا نلخصه لك ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.